اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد. هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه لازانيا من غير ما يكون عندنا لازانيا. ايه ده؟ انتي بتقولي ايه؟ هنمشي مع بعض خطوه بخطوه نعرف عملناها ازاي. شايفه الطبقات معايا؟ وصفه سهله جدا وبسيطه، يلا بينا على طول نعرف عملناها ازاي. احنا هنعمل اللازانيا بايه؟ هنعملها بعجينة الكريب. هنعمل ايه في عجينة الكريب؟ اول حاجة جبت كوبايتين من اللبن. هجيب عندي حوالي 3 بيضات، وده لانه بيض بلدي فاستخدمت 3 بيضات لان حجمه صغير. لو حجم البيض كبير ممكن تكتفي بيه بيضتين 2 بس. هحط كمان عندي رشة من الملح، وهحط كمان رشة من الفلفل الأبيض. هضرب البيض مع اللبن كويس لحد ما البيض يختفي تماما في اللبن. هنزل بعد كده عندي بكوبايتين من الدقيق. باخد كوباية الأول وبعدين بضربها، وبعدين باخد الكوباية التانية. يعني المكونات بتاعت عجينة الكريب سهلة جدا تحفظيها بسهولة. كوبايتين لبن، كوبايتين دقيق، وعندي بيضتين، أو لو البيض صغير ممكن تستخدمي 3 بيضات، رشة ملح ورشة فلفل أسود. هنا نزلت عندي بالكوباية التانية، وبرضو هضرب كويس لحد ما الاقي الدقيق اختفى خالص، واتاكد انه ما عادش فيه اي تكتلات في العجينه. هي العجينه بتبقى عجينه سايله، ما بتبقاش متماسكه. هوريها لك اهو. هنصفيها الاول في مصفى، والخطوه دي مهمه جدا، خطوه المصفى دي، عشان لو في اي دقيق ما ضربش كويس او اي تكتلات موجوده، او مكان الفلفل الابيض، ويفضل يكون ابيض علشان ما يغمقلكيش في العجينه. الحاجات دي كلها بتبقى موجودة في المصفى. خلاص، شايفين بقى ادي القوام بتاعها. هرجع بقى انزلها تاني في الدورق بتاعي، علشان خاطر لما انزل بيها على الطاسة تبقى سهلة عندي ان انا افردها بسهولة. هجيب بقى عندي طاسة الكريب، اي طاسة، مش لازم طاسة الكريب، ممكن طاسة اي تيفال، بس المهم انها تكون ما بتلزقش. نزلت عندي بشوية زيت، هما يعني المفروض اقل شوية من كده في الزيت، ما تكتريش الزيت زي كده، هو حبة بس رشة بسيطة كده. وبعدين بنزل بشوية من العجينة، وبايدي كده على طول بعملها داير ما يدور، بتقوم على طول مفرودة معايا. طبعا النار بتكون متوسطة او فوق المتوسطة بحاجة بسيطة خالص. بسيبها تماما، ما باجيش جنبها لحد ما الاقي الحروف او الجوانب بدأت تفك. اهو شايفين دلوقتي انا بوريكي انها لسه ماسكة، بس بالحروف كده ببدأ ان انا بالسباتولا احاول كده اشوف الحروف. بس زي ما بقولك، طول ما هي ماسكه لسه في الطاسه، يعني ما بتتحركش معايا، شوف انا بهزها ما بتتحركش، يبقى هي لسه ماسكه، بسيبها. امتى بقى ابدا ان انا اتعامل معاها؟ لما اجي اهزها كده اهي، شايفين بدات تفك خلاص من الطاسه، دي معناها انها ممكن دلوقتي تتفك بسهوله. طبعا هي كانت سخنه جدا، فانا هبدا ان انا ادخلها كده تاني بالسباتولا، وهسيبها برضو. طبعا في لما بتتقلب بقى بتبقى سهله يعني خلاص، لانها فكت خلاص عن الطاسه. خلاص كده، خلاص بتاخد مثلا دقيقتين 5 دقايق من ناحيتين، وبعدين بشيلها على طول. طبعا يفضل برضو ان تكون العجينه بتاعتك ما هياش سميكه، يعني تكون وسط، لا هي خفيفه قوي علشان برضو ما تبقاش رقيقه وتتقطع منك، ولا تكون سميكه عشان تستوي. تعالوا نعمل كمان واحده. شايفين انا بعد كده بقى خدت بالي من الزيت، وبدات ان انا اعمل مسحه بسيطه كده. هننزل برضو بشويه، وبرضو بقوم فردة على طول، بتتفرد معايا بسهوله زي ما احنا شايفين. وبرضو بسيبها لحد زي ما بقولك تاني الجوانب تفك. اهو شايفين بقى بتبدأ تفك معايا خالص اهو.
بهزها كده الاقيها بدأت تفك معايا من كل حتة، بقوم على طول قلبها بقلبها بايديا، ما بحبش اقلبها بالسباتولا عشان ما تقطعش معايا. خلاص. وبعد كده بعد 5 دقايق كده او 3 4 دقايق بقوم قلبها على الناحية التانية، بتبقى سهلة خالص. انا عملت 4 كريبات بالوضع ده. وطبعا انا بحب طاسة الكريب ليه؟ لانها واسعة، علشان خاطر احنا هنعمل صينية فتكون واسعة معايا، الحجم بتاعها حجم الصينية. هكمل كمان كريبتين بعد كده بنفس الطريقة، عملتهم انا بقى مع نفسي. بعد كده هنعمل عندي البشاميل. جبت عندي حلة على النار، نزلت بحوالي 3 معالق من الزبدة. اول ما الزبدة بس تفك كده هنزل على طول ب3 معالق كبار من الدقيق، بشاميل عادي خالص. هحط عندي مكعب من المرقة، وهحط عندي شوية برضو من الملح، هحط كمان شوية من الفلفل الابيض. انا بقولك يفضل الابيض برضو، علشان سواء بتعملي بشاميل او بتعملي عجينة زي عجينة الكريب دي، بتبقى الحاجات دي بتبقى لونها ابيض، فمش عايزين نحط فلفل اسود يكون باين فيه الصوص بتاعنا. خلاص. انا دلوقتي بقلب بقى الدقيق مع الزبدة، وكمية الزبدة تبقى يعني معقولة، علشان خاطر بس الدقيق يدوب معاها كده ويستوي كويس. وطبعا المكعب بتأكد ان هو داب كويس جدا. بنزل بقى على طول عندي بلتر من اللبن، بس هحط الاول المكعب. انا لسه حطيت انا المكعب، انا بحط دلوقتي مثلث من الجبنة النس، وده اختياري يعني تحطيه او تشيليه مفيش مشكلة. بس زي ما بقولك اي اضافات احنا بنحطها في البشاميل بتديله طعم حلو. هنزل بقى بلتر من اللبن، واللبن يكون عندي دافي، يعني بلاش اللبن يكون ساقع من التلاجة وتنزلي بيه على طول على الدقيق، علشان ما يعملكيش تكتلات كده ويعجن معاكي. احنا هو لما بيكون اللبن دافي بيقوم على طول، بيكون اسهل واسرع، وفي نفس الوقت كمان الدقيق بيفك معايا بسهوله. بستخدم بقى الويسك دوت، وببدأ ان انا اقلب كويس لحد ما احس ان البشاميل بدأ يتقل معايا. كمان نزلت عندي بشوية من الجبنة الموتزاريلا، كان عندي جبنة موتزاريلا وشيدر ميكس كده على بعضه، نزلت بحبة. وده برضو زي ما بقولك اختياري، بس هو بيدي كده دسامة حلوة للبشاميل. وساعات كمان بحط زبادي، لو عندي زبادي ساعات بحطه بدل الجبنة لو ما عنديش جبنة. بعد كده دي اللحمة المعصجة، يعني انا عملتها مع نفسي كده عشان ما اطولش معاكي الفيديو، عملناها مع بعض كتير في القناة. طبعا جبت البصلة وحطيت حمرتها وحطيت عليها نص كيلو من اللحمة المفرومة، وبعدين حطيت عندي ملح وفلفل وبهارات، معلقة من الصلصة، وحطيت شوية مية، وقطعت فلفل الوان بالشكل دوت، وسبتها لحد ما اتسبكت. عملناها كتير مع بعض في القناة، ما حبيتش اطول عليكي الفيديو. جبت عندي بقى البايركس اللي احنا هنعمل فيه الصينية بتاعتنا، نزلت بيه شوية من البشاميل، وبعدين ببدأ انزل عندي بيه اول كريباية. يعني النص كيلو لحمة مفرومة ده انا هتلته، لان احنا عندنا 4 كريبات، فبالتالي انا هحط بين كل واحدة وواحدة شوية من اللحمة المفرومة. يعني برضو استكمالا للاكلات الاقتصادية اللي انتوا طلبتوها مني، فاحنا صينية زي ديت حلوة جدا، تكفي عدد كبير، وفي نفس الوقت كمان تنفع فيه عزومات، وتبقى يعني الحكاية كلها خدنا نص كيلو لحمة مفرومة، وعملنا بيها صينية لازانيا ومن غير ما يكون عندنا لازانيا. هنزل عندي بشوية من الجبنة الموتزاريلا والشيدر، هو زي ما قلت لك هما كانوا ميكس عندي على بعض، ونزلت عندي باللحمة المفرومة بالشكل دوت، وبعدين بنزل عندي بالكريباية التالتة. زي ما بقولك انها تكون سمكها يكون وسط، ما هياش رقيقة قوي وما هياش تخينة برضو. وبعدين ادي الجزء التالت من اللحمة المفرومة، وهحط برضو شوية من الجبنة الموتزاريلا، وبعدين هحط اخر واحدة وهغطي عليها بالبشاميل. شيل بس الحاجات بتاعتنا كده، ننضف المكان عشان نعرف نشتغل نوسع لنفسنا. وبعدين بنزل عندي بالبشاميل، كمية البشاميل على الوش. يعني صدقوني ما حدش اكتشف خالص انها كريب، كله كلها على اساس انها لازانيا، وفعلا بتبقى طعم اللازانيا، يعني مش هقولك انها طعم الكريب باين فيها، لا خالص، طعم المكرونة لازانيا.
نزلت عندي بيه كمية البشاميل كلها اهو، وبعدين هنزل على طول بالجبنة الموتزاريلا والشيدر. على الوش. لو مش عندك جبنه موتزاريلا مفيش مشكله، ممكن رشه كده من البقسماط او الزيت من على الوش كده، بتتحمر برضو وشها بياخد اللون الجريتان حلو دوت برضو في الفرن. ننضف بقى كده الجوانب دي عشان بس ما تتحرقش في الفرن وتضايقنا في التنظيف. هدخلها الفرن على درجة حرارة من 200 ل 220 وهسيبها لمدة 20 دقيقة، واخر 5 دقايق هشغل بس على وشها الشواية. تعالي اوريكي شكلها اهي بعد ما طلعت من الفرن. شايفين اللون شكله عامل ازاي؟ تعالوا نقطع مع بعض قد ايه هي طرية معايا خالص. تعالوا نطلع قطع كده. انا وريتها لك في بداية الفيديو ووريتك الطبقات عاملة ازاي. ايه رأيكم؟ ادي طبقات اللحمة وطبقات الكريب، محدش يقول ان ده كريب. تعالوا نقطع كده. وصفة سهلة جدا وبسيطة وطعمها كمان في منتهى الجمال. اتمنى انك تجربيها، اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو ليكي اي اسئلة او تعليق اكتبيها لي على قناة نانا تشانل، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير.